مرحبا بكم في قناتكم ماروك نيوز. إليكم أبرز العناوين. مهن 2025، هل ستنجح الدولة في تشغيل المغاربة أم سنواجه خيبة أمل جديدة؟ قبل ما نبداو في التفاصيل ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو باش توصلوا بأي جديد. أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح في البرلمان أن التشغيل يمثل أولوية قصوى للحكومة خلال النصف الثاني من ولايتها، كما أشارت إلى أن مشروع قانون المالية لعام 2025 سيكون محطة رئيسية لتحقيق هذه الأهداف. وأوضحت أن الحكومة أجرت دراسة شاملة حول سوق الشغل وقضايا التشغيل بشكل عام بهدف تطوير استراتيجية سياسية فعالة لتسريع تقليص البطالة. وأكدت أن الحكومة ستقوم بتفعيل مجموعة من الإجراءات ضمن 3 محاور، وذلك وفق مقاربة شاملة متعددة الأبعاد مع تخصيص 14 مليار درهم لدعم التشغيل في عام 2025. بالنسبة للمحور الأول فهو يركز على تحفيز دينامية الاستثمار بالإضافة إلى تعزيز الدعم للمقاولات. أما المحور الثاني فيتعلق بزيادة تأثير البرامج النشطة لتشغيل وتعزيز الدعم لتقوية نظام تكوين بالتدرج. أما المحور الثالث كما أوضحت الوزيرة سيركز على التدابير الهادفة للتخفيف من تأثير الجفاف على التشغيل في المناطق القروية، وكذلك الحد من فقدان المناصب الفلاحية.